عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد على اليوتيوب. وأخيرا مدة طويلة تتسمى عندي برشا ما هبطتش فيديو على اليوتيوب، وتوا رجعت لكم. تلهيت برشا الحق البريود الاخرى وما نجمتش نلقى الوقت الكافي باش نصور فيديو دو كاليتي، وجيتكم اليوم باش تقضيو معايا نهاري في رمضان. حليت الشبابك الكل وبديت ببيت النوم. شريت بارور دو لي جديدة فيها أوس دو كويت ومعاها دو تي. عجبني على الاخر الموتيف ياسر مزيان، سا شونج ان بو من لي كولور روزي ونيود. نظفت المتلا متاعي والفرش بالكدا ومن بعد فرشتو. كي نبدل البارور دو لي والا نعمل ديكوراسيون جديده نحس البيت كلها تتبدل، والا نشري قطعه كي نتاع ديكور حتى تبدا بسيطه كيما الغيرلاند المزيانه هذه. شوفوا قداش محليها، خديتها كيما لي كولور اللي في بيت النوم متاعي. كملت نظمت كل شيء، شوفوا فرش بنوتي قداش كيوت، وغسلت الصابون بما فيهم البارور دو لي اللي كنت فرشته. وتعديت للصالة. الصالة متاعي وليت ديما نفرش عليها دي جوتي ديما، على خاطر تعبت من الغسيل متاع ليوس. كما تعرفوا العباد اللي عندهم صغار الكل لازم بصراحة يستحفظوا، على خاطر ما تنجمش. انا او ديبي قلت نخليها، اما بصراحة خفت من بعد تتهلك لي معناها ويتهلك القماش. دوكو وليت ديما هكاك نغطيه ارتاح الساعة ونستحفظ بالكدا على الصالة متاعي. بويسك ما عملتش الفيديو متاع الديكوراسيون متاع رمضان، دونك حبيت نعطيكم هكايا فكره كيفاش زينت. خديت الكالندريي هذيا، شوفوا قداش محليها ومزينها، وخديت معاها زاده الديكوراسيون هذيك مكتوب عليها رمضان كريم. عجبتني على الاخر خاطر ديما نحب الكتيبه تبدا بالعربيه، نحب برشا هكاكا. وزينت بالفانوس المزيان هذيك، عملت اون ديكوراسيون تري سامبل، و ميم طون ضويت لي وزينت لي الصاله. عديت مسحت طاولة الفطور وباش نعمل فيها كي ديكوراسيون جديدة بالحاجات اللي عندي. جست خديت البواد هذية من اكسيون اخر مرة، ياسر عجبتني، ساعة مزيانة على الاخر، فيها دي بايات افيك ان افي ميغوار، نحط فيها التليكوموند، نحط فيها السبحة، التليفون، نحط فيها كل شيء. حسينه محلية، عجبتني، نظمت لي الصالة بالكدا. وبدلت التابي متاع الصالة، الموتيف هذايا كيما تعرفوا ياسر طالع سناء على الاخر. اخترت لي بوال كور باش ما تشدليش الغبرة، وخديتها في البيج باش نعطي ان كو تشالور للصالون، خاطر كلها في الجري والروز والبلون، دوكو تظهر باردة شوية. كي زدت عليها التابي اون بيج فريمون بدلتها كومبليتمون وزدت زينتها على الاخر. كيف حبيت نعمل معكم الانبوكسينج متاع لي ساك اللي خديتهم ريسامون دو شي الدو. تعجبني على الاخر لا مارك الدو سورتو في لي ساك. بصراحه كاليتي طياره على الاخر. او ميم طون ديما نحاول اني ناخوهم معناها بون بلان، دونك ديما كي يطيحوا هكا في سومهم وكل شيء نختار ان موديل والا زوز يعجبوني. الحق لي موديل نتاعهم ديما ان دي مودابل، شوفوا قداش مزين ومحلاه هذايا. كومبارتيمونتي تهزوا فيه البوندولير والا يتهز ساك ايبل مدخل على الاخر، عجبني برشا برشا. وخديت زاده الساك النوار هذايا، ساك ابوندولير فيه الديتاي متاع الفولار، زايد فيه اشتر. ومن داخل الحاجه الباهيه فيهم لي ساك متاع الدو يظهروا صغار، ما هما من داخل ديما فيهم اسباس بالكدا. توا باش نتعداو للكوجينه، باش نعملوا هكايا فطور، باش نعملوا شويه تحضيرات. انا ياسر نحبوا الوقت اللي ندخل فيه للكوجينه تبدا نظيفه ومنظمه، ونبقى هكايا نعيش في العالم نتاع التطيب، وكل مرة نبدل فيها حاجة هكايا. خديت لي بوتي جدد هذوما من عند اكسيون، حطيت واحدة فيها زيت زيتونة وواحدة فيها زيت نباتي، وعندي زي البوتي هذيا للاير فراير عبيتها زي بالزيت. ياسر ننصحكم بها، تري ايكونوميك وبراتيك على الاخر. توا باش نعمل الدبارة اليوم، باش نعمل مقرونة بصوص بلانش في الفور. روسيت سهلة على الاخر، لقيتها على تيك توك اما بدلت فيها شوية على خاطر ما عنديش نفس لي زانغريديون، دونك خديت البرانسيب وباش نحاول نعملها على طريقتي.
عبيت الماء باش يغلي، حطيت عليه شوية ملح وشوية زيت باش المقرونة ما تلصقش، باش نستعمل فخال هذيك الكبيرة بنينة تعجبني. قاعدة نطيب او ميم طون في البرودو متاع بنتي، وتوا باش نجبد نحضر الفارس الصوص والبولي. حطيت مغرفة كبيرة زبدة، شوية زيت نباتي، وعندي بلون دو بولي قصيته طروف، فوحت بملح فلفل كحل شويه زنجبيل يبنن على الاخر. ديما ننصحكم تستعملوه برشا سورتو في لي صوص بلانش. زدت عليه ايرب دو بروفونس، طيبته ومن بعد نحيته في نفس المقله. زدت زوز فصوص ثوم، وحطيت كريم ليكيد لهنا، خليها هكايا تغلي شويه، ونزيد عليها 4 توابع فروماج تريانجل هذاك اللي عندي جاي بنين على الاخر، نحبه وانا الحق يبنن. وزدت زوز فروماج سلايز، وبقيت نحرك حتى لين تجانس الخليط وبقبقت هكايا شويه. تو باش نبدا في المونتاج. جبت البيركس، صبيت المقرونه بعد ما طابت، ومن بعد حطيت عليها طروف الدجاج اللي ديجا طيبتهم وفاوحين امورهم واضحه. قصيت طروف جبن ايمونتال، وزعتهم هكايا على طول البيركس، وفي الاخر سقيت كل شيء بصوص بلانش من الفوق بالكدا. عبيتها الكل، وزدت موتزاريلا فرشتها زاده. الموتزاريلا ياسر تبنن، نحبها انا سورتو في الحاجات البيض ابار البيتزا. حطيتها في الفور مدة 15-20 دقيقة، انت والفور اللي عندك على 180 درجة حتى لين تحمر من الفوق. تعديت غسلت الماعون متاعي، وهذه النتيجة. ديما نحاول اني نستغل شوية الوقت اللي متاع التطيب والا متاع الفور، اني نحضر حاجات قبل شقن الفطر. كيف نحضر القعدة القهيوة. البنات اللي تعيشوا في فرنسا ننصحكم برشا بالقهوة العربي هذيا، بسك القهوة متاعنا ماهيش موجودة. القهوة ديك التركية طيارة على الاخر. وتوا باش نبارطاجي معاكم المسفوف التونسي اللي حضرته في السهرية، بنين على الاخر. خديت صحفة كسكسي، حطيت عليها شوية زيت نباتي، ومن بعد صبيت شوية ماء سخون، وجبت حطيت عليه شوية ملح باش ما يبداش الطعم متاعه مسوس. وبقيت نحرك فيه بالكدا بداية، ومن بعد بسباتول باش يتنحاولك عابر الكل. حطيت الماء يسخن، ومن بعد فورته في المقفول مدة 15-20 دقيقة، وزدت عليه 100 جرام زبدة، وهو هكاكا سخون تذوب الزبدة في فيه. وتنجموا من بعد تزيدوا عليه الغلة اللي انتم تحبوا عليها. انا حطيت رمان دقلة وزبيب، ومن بعد زدت مغرفتين سكر. السكر تحطوا حسب الرغبة، بالنسبة لي انا مغرفتين سافا، خاطر فما دقلة وفما زبيب دونك سي بون. واخر توش باش نحط مغرفتين والا 3 مغارف كبار عطرشية. انا نحبها برشا الحق العطرشية، تفوح بالكدا نستعملها في القهوة، في المسفوف، في الكريمة، في الحلو زادة. بصراحة ياسر تفوح وحدها العطرشية. نخلطه مليح باش كل شيء يتجانس مع بعضه، وهكذا تتحصلوا على مسفوف تونسي بنين زمني تسهروا به والا للسحور. نحبه برشا نلحق حتى في سير الايام نشتهيه معناها وناكله. هذه هي وصفتي على طريقة ماما، ربي يفضلها. ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله زادا تجربوها وتودوا بها رواحكم، تودوا بها عائلاتكم وصغيراتكم. التوش الاخرانيه حطيت شويه بفريوه. تنجموا تزينوا بالطريقه اللي انتم تحبوا عليها. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا جيم، وتصبحوا على خير.